حبايبي أبطال الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة هناخد الدرس الأول وهو الأماكن والاتجاهات من حولنا. درس سهل وبسيط بس محتاج منكم شوية تركيز علشان تستفادوا معايا يا حلوين. موضوع الدرس إيه يا ولاد؟ هنتكلم على الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية وكمان طرق تحديد الاتجاهات والأدوات الأخرى اللي تم استخدامها لتحديد الاتجاهات. يلا بينا نبدأ مع بعض. أول حاجة هنتكلم عنها الاتجاهات الأصلية. إيه الاتجاهات الأصلية دي يا مستر؟ عندي 4 اتجاهات أصلية زي ما موجود قدامك في الصورة: شمال، جنوب، شرق، غرب. مهم جدا أكون عارف الاتجاهات الأصلية علشان أعرف موقع المكان سواء على الخريطة أو على الواقع على الطبيعة. أوكي؟ تاني، الاتجاهات الأصلية 4 اتجاهات: شمال، جنوب، شرق، غرب. اوكي، نروح على اللي بعده الاتجاهات الفرعيه. الاتجاهات الفرعيه بيقول لي ما بين كل اتجاهين اصليين اتجاه فرعي. اوكي، واحنا عرفنا ان الاتجاهات الاصليه 4: شمال، جنوب، شرق، غرب. طيب، ما بين الشمال والشرق عندي هنا اتجاه فرعي اسمه الشمال الشرقي. ما بين الشمال والغرب عندي اتجاه فرعي اخر اسمه الشمال الغربي. ما بين الجنوب والشرق اتجاه فرعي آخر وهو الجنوب الشرقي. ما بين الجنوب والغرب عندي اتجاه فرعي رابع وهو الجنوب الغربي. اوكي، يبقى ما بين الاتجاهات الأصلية أو ما بين كل اتجاهين أصليين اتجاه فرعي. اوكي، طيب نقولهم مع بعض تاني يا مستر. يلا: الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. دول اتجاهات أصلية. الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي اتجاهات فرعية. طيب نروح على اللي بعده: طرق تحديد الاتجاهات. ايه طرق تحديد الاتجاهات دي يا مستر؟ هنا عندي بيقول لي اعتمد الإنسان قديما على الطبيعة. يعني لو قال لي أكمل العبارات الآتية: اعتمد الإنسان قديما على نقط في تحديد الاتجاهات، أقول له على الطبيعة. طيب إيه دليلك على الكلام ده يا مستر؟ يعني هيجيب لي سؤال: دلل على صحة العبارة الآتية. دلل يعني وضح الدليل. اعتمد الإنسان قديما على الطبيعة في تحديد الاتجاهات مستخدما وسائل متعددة. ايه الدليل على الكلام ده؟ هقول له عندي دليلين. الدليل الاول هقول له استخدموا الشمس نهارا منذ القدم. ليه؟ بما تفسر. هقول له لتحديد الاتجاهات بسهولة. يبقى الدليل على استخدام او اعتماد الانسان على الطبيعة في تحديد الاتجاهات هقول له استخدموا الشمس نهارا. ليه؟ بما تفسر. هقول له لتحديد الاتجاهات بسهولة. طب يا مستر، نعم، ازاي يستخدموا الشمس في تحديد الاتجاهات؟ يلا بينا مع بعض نشوف الصورة اللي قدام مننا. طبعا لو احنا واقفين في اتجاه الشمس عند الشروق، انا كده موجود في اتجاه الشرق. وانا لما احدد اتجاه واحد هقدر احدد الباقي. الجهة المقابلة للشرق هي الغرب. طيب، وبعدين هبص على الشمال هي الشمال والناحية التانية هي الجنوب. اوكي، يبقى انا عندي هنا عندما نقف في اتجاه الشمس عند شروقها يبقى احنا واقفين في اتجاه ايه؟ الشرق. تمام، وسيكون الغرب في الخلف، وطبعا الجنوب هيكون على اليمين والشمال هيكون على اليسار كما هو موضح في الصورة امامنا. يعني انا لو حددت اتجاه واحد هقدر احدد باقي الاتجاهات. اتفقنا؟ طيب، في عندي دليل تاني حضرتك قلت عليه يا مستر. ايه الدليل؟ اللي هو طبعا يوضح اعتماد الانسان على الطبيعه في تحديد الاتجاهات. احنا استخدمنا الشمس. إيه اللي بعده؟ هنخش على النجم القطبي. استخدم المصريون القدماء النجم القطبي في تحديد الاتجاهات. اوكي، امتى؟ ليلا. يبقى انا عندي هنا اعتمد او استخدم الانسان الشمس نهارا في تحديد الاتجاهات. اوكي، واستخدم كمان تاني النجم القطبي في تحديد الاتجاهات ليلا والشمس نهارا. طيب، ايه هو النجم القطبي ده يا مستر؟ هو نجم لامع موجود في السماء زي ما هو موجود قصادنا في الصورة يا حبايبي، وده بيوضح لي او يشير دائما الى جهة الشمال. وطبعا ما دام حددت الشمال هقدر احدد باقي الاتجاهات بتاعتي: فوق، شمال، تحت، جنوب، شرق، غرب.
أوكي؟ طيب نروح على اللي بعده. حضرتك بتقول يا مستر عندي أدوات أخرى تم استخدامها لتحديد الاتجاهات. طبعا. إيه هي؟ البوصلة. ودي شكل البوصلة قدام مننا. عبارة عن إيه البوصلة دي يا مستر؟ لو جالي سؤال هيجي لي إيه؟ هيقول لي ما المقصود بالبوصلة؟ يعني عايز التعريف. هقول له هي أداة تحتوي على إبرة مغناطيسية تشير دائما إلى اتجاه الشمال، أهو نورث يعني الشمال، ومن خلال معرفة اتجاه الشمال أقدر أحدد باقي الاتجاهات. مهم جدا أكون أفهم الأول وبعدين أبدأ أحفظ المفاهيم علشان بتجيلي على هيئة اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية: أداة تحتوي على إبرة مغناطيسية. هقول له على طول هي البوصلة وتشير دائما إلى الاتجاه الشمالي. طيب عندي البوصلة الرقمية. طبعا احنا قلنا البوصلة كان شكلها طبعا قديما أداة تحتوي على إبرة مغناطيسية، وحديثا تم استخدام البوصلة الرقمية اللي هي موجودة على الموبايل. يعني دلوقتي كل واحد فينا معاه موبايل. طبعا أقدر أستخدم البوصلة الرقمية اللي موجودة في الموبايل بتاعي علشان أحدد الاتجاهات بكل سهولة ودقة. طيب مستر احنا دلوقتي عرفنا الاتجاهات الأصلية والفرعية وعرفنا الأدوات اللي اعتمدوا عليها علشان نحدد منها الاتجاهات. طيب يا مستر الاتجاهات دي مهمة؟ طبعا. ما اقدرش اروح اي عنوان او اي مكان من غير ما اعرف الاتجاهات اللي بتوصلني للمكان ده. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا يا حلوين. كان معاكم مستر اسلام الهواري. ما تنسوش طبعا الاعجاب بالقناة والاشتراك بالقناة، وطبعا المتابعة علشان يوصل لك كل جديد.